الجزائر، في سوريا، في السودان، في كل مكان وصلت إليه العربية. اللغة الفصحى هي الجامع بيننا الذي بها نتفاهم والتي ترفع المسلم. أنا سأسكت هنا وأكتفي بهذا، ولكن تقول رأيي. أنا ظلمتك كثيرا. أحمد حلال طبعا كلام طويل وقال، ولكن سأكتفي بفكرة بسيطة. فلسفة التقليد لن تتم إلا إذا محيت أمية الشعوب العربية. لا يمكن إطلاقا أن تسود الفصحى في مجتمع 40% منه أميون تسربوا من المدارس في المرحلة الأولى. يبقى الإصلاح الأول اللغة العربية الفصحى محو الأمية. لا أقصد الأمية الحرف، بل أمية الثقافة أيضا. والثقافة العربية الحديثة التي نتطلع إليها، التي تربطنا بالتقدم وبالعلم، تستند على اللغة العربية الفصحى. هما ورقة واحدة. يبقى إذن لن ترجع الهوية إلى العالم العربي إلا إذا أصلح ما بينه من ثقافة. الثقافة والتحضر ده أمر مهم جدا، ولذلك سوف تنمحي عملية الأمية، وقد آذنت بالمحو. فتقترب اللغة العربية الفصحى من اللغة العامية فيما نسميه عامية المتنورين أو عامية المثقفين التي كان يتكلم بها سوريا في حديث معه. لكن كل هذا مرهون بأن الثقافة